ولادك مزهقينك ومطلعين عينك على الاكل، فتعالي هقولك اعملي ايه. مش كل ما تروحي عند الجزار تجيبي لحمة تسلقيها يا تشويها، ومش كل ما تروحي عند الفراخ تجيبي فرخة يا تسلقيها يا تشويها. لا، نوعي وبدعي وشكلي كده. احنا ستات بيوت، بس ستات بيوت شاطرين وجامدين، ونعرف نعمل اكل مطاعم، ونعرف نبدح كمان ونعمل الحلو كله. بدل ما تقطعي حتة لحمة وتروحي تعمليها في شوربة، مثلا اعملها لهم مرة حواوشي، اعملها لهم مرة سجق، افرميها عند الجزار وخليه يعملها لك سجق. او مثلا اعمليها حواوشي كفتة، اعمليها برجر، اعمليها اي حاجة. هتلاقي 100 فكرة وفكرة ان انت تاكلي ولادك اللحمة بس بالطريقة اللي هم بيحبوها. فانا ولادي ما بيحبوش بصراحة اللحمة ان هم ياكلوها كده، يعني حتت كده في شوربة يعني او في بسلة، فدايما مطلعين عيني، والفراخ كمثل. فبحاول ان انا ابدع برضو والف كده، واقعد كده اعمل لهم اكلات مختلفة، بحيث ان هم ما يزهقوش وما يملوش، وياكلوا ويبقوا مبسوطين ومستطعمين في نفس الوقت بالاكل. فتعالي نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهاردة غدوة حلوة قوي، بصراحة انا ولادي بيحبوا الغدوة دي. فتعالي شوفي هنعمل ايه مع بعض. رحت عند الجزار، خليته قطع لي كده لحمة وعملها لي سجق زي ما انت شايفة كده. عم احمد الله يكبر بخاطره، هو طبعا بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي، فلازم برضو نذكر اسمه. عم احمد الجزار بصراحة من أنظف الجزارين عندنا في البلد، ومن أحسنهم والله العظيم. يعني بصراحة أنا معرفش آكل حتة لحمة غير من عند عم أحمد. المهم جبت بقى السجق من عنده كده، ده كان كيلو سجق. قطعته قطع صغيرة، ولازم لما تيجي تقطعيه وهو متلج عشان ما يتهريش منك. أهم حاجة الخطوة دي. لو قطعتيه وهو لسه يعني مش متلج، اللحمة هتطلع من المنبار. فانت يا حلوه ما تقطعيش السجق بتاعي غير وهو متلج، يعني ماسك نفسه كده في التلج عشان ما يتهريش منك. المهم بقى نزلت بقى بالسجق بتاعي كده في الجريل بتاعي، واديته تشويحه بدون اي ماده دهنيه. وعندي كمان ميه اهوت غليتها عشان اعمل مكرونه جنب السجق. ممكن تاكلي بقى السجق ده بمكرونه، او ممكن تعمليه بسندوتشات، تجيبي عيش فينو كده وتعمليه سندوتشات. هو شغال في كلتا الحالتين. المهم بقى شوحت كده السجق بتاعي لحد ما ياخد لون معايا، وابتدي بقى ان انا اقطع. انا دلوقتي سايبه السجق بتاعي على النار يتشوح مع نفسه، وحطيت له معلقه من الثوم المفروم. هو طبعا السجق بيجي عليه التوابل بتاعته كلها، الجزار بيحط لك التوابل على اللحمه بتاعتك وهو بيفرمها. المهم جبت بقى عندي طماطمتين كبار حلوين اهوت على الكيلو سجق، طماطمتين كبار، بصلايه كبيره، قرنين فلفل، وزي وفلفل بقى زي ما انت عايزه. ممكن تحطي فلفل حامي وممكن تحطي بارد، انا حطيت من ده ومن ده. يعني مشيتها، يعني ما خلتوش حراق قوي، عشان برضو عندي ناس ما بتحبش الحراق القوي. المهم قطعت برضو السبايسي ده، برضو على فكره سبايسي بس مش سبايسي قوي. فقطعت الفلفل يعني شرايح زي ما انتوا شايفين كده. والقرن السبايسي اللي هو جامد ده حراق بقى، ما اقولكوش سبايسي سبايسي. المهم بقى هجيب بقى البصليه بتاعتي واقطعها كده جوانح كده رقيقه خالص او رفيعه خالص زي ما انتوا شايفين. اقطعها بقى، وبعدين عندي زي ما قلت لكم السجق بتاعي على النار بيتشوح. وانتوا حطيتوا بقى لايك ولا لسه؟ اللي ما حطش لايك يلا يحط. المهم جيت هنا بقى على الجريل بتاعي، كنت حطيت بقى البصل وحطيت الفلفل الاخضر، وسبتهم يتشوحوا مع بعض كده وياخدوا ويدوا مع بعض كده. المهم بعد ما يتشوحوا تشويحه كده، وتحسي بقى ان ريحه الفلفل والبصل كده طلعت عليكي، حطي بقى الطماطم وحطي بقى الملح بقى، يعني زودي دوقي وشوفي هيحتاج ملح ولا لا، لان برضو السجق بيبقى فيه الملح بتاعه عشان ما يبقاش حادق منك، فلازم تدوقي الاول. المهم حطيت كمان معلقه من الصلصه، وحطيت ربع كوبايه صغيره من الميه، بحيث ان هما كده انا حابه ان يبقى فيه شويه صوص كده، يستوي برضو كويس قوي بشويه الميه دول. هنقلهم بقى على العين اللي ورا كده الصغيره، وابتدي ان انا اجهز برضو المكرونه بتاعتي. عندي هنا معلقه صغيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره ومعلقه من السمنه البلدي على شويه زيت. وبعدين هنزل بالصلصه بتاعتي، اصفر بس التوميه، وبعدين انزل بالصلصه بتاعتي، وحطت لها برضو شويه ميه، ومكعب مرق الدجاج. وبعدين بقى هحط فلفل، وهحط كمان شويه زعتر. ايوه شويه زعتر، ايوه
ايوه شويه زعتر. بيخلي ريحه المكرونه ملهاش حل، خليها تحفه تحفه تحفه. بس اهم حاجه تفركي الزعتر بتاعك عشان يطلع ريحته. المهم بقى خلصنا كده والتسبيق والطماطم بتاعتي كده تمام. انزل بقى بالمكرونه واديها تقليبه، وبعدين انقلها على العين الصغيره تتبخر كده مع نفسها. اقلب بقى المكرونه كده بالصلصه، اخلطهم كويس قوي. وعندي برضو السجق شغال على العين الصغيره، يعني عمال ايه يستوي على الهادي كده. وطبعا هو مش هياخد سوا معانا كتير لانه هو لحمه مفرومه وما بتاخدش سوا كتير. عندي بقى قلت بقى احمر بطاطسيه كده جنب السجق وجنب المكرونه. قطعت بطاطسيه كده زي ما انتوا شايفين وحطيتها كده في الزيت. تمام كده تمام. حطيته بقى اللايك ولا لسه؟ اللي لسه ما حطش اللايك حطوا اللايك يا جدعان، وشوفوا الفيديو للاخر اهم حاجه. ده الفيديو شيق جدا وممتع والله العظيم. ده احنا احسن، اقول لكم ايه، احسن من احسنها قناه. المهم يعني ايه، حمرنا البطاطس اهو، طلعتها على مناديل ورق كده عشان تصفي الزيت بتاعها. وكده خلصنا الاكل بتاعنا، المكرونه بتاعتنا بقت تمام والسجق تمام. هبتدي بقى اغرف الاكل بتاعي. شوفوا المكرونه بقى ايه، البخار عمال يطلع منها ايه ما اقولكوش، ولا الريحه. الزعتر على المكرونه بيخلي ريحتها تحفه، خلي ريحتها جميله جدا وطعمها كمان مختلف وجميل. ادي المكرونه بتاعتنا اهيت، غرفناها في الاطباق بتاعتنا. واجيب بقى السجق بتاعي. شوفوا كيلو السجق عامل معايا كميه حلوه اهيت. وفي نفس الوقت ما اقولكوش بقى على الروايح، روايح تجنن، حاجة كده عظمة والله العظيم. انا عندي ولادي بيحبوا السجق جدا، فعشان كده يعني بحاول ان انا ايه، اعمل لهم مرة سجق، مرة حواوشي، مرة مش كفتة. هم زي ما قلت لكم ما بيحبوش اللحمة، ياكلوها منابات كده. فانا يا جماعة في الاول وفي الاخر برضو انا واي بتحب تعمل الاكل اللي ولادها بيحبوه والطريقة اللي ولادها بيحبوا ياكلوا بيها الاكل. المهم انا خلصت كده الغدا وخلاص وتمام. فنعمل بقى شوية ديكورات كده، نزوم بقى ايه الاغراء يعني. خلصنا المكرونة وخلصنا السجق، وبنعمل بقى بنفنش بقى. ما اقولكوش بقى على الروايح، زي ما قلت لكم حاجة كده ملهاش حل. خلاص كده تمام، وكده خلصنا وناخد بقى الاكل وننزل ناكل تحت عند ماما. يا سيدي يا سيدي على الجمال وعلى الحلاوة، مفيش لا أحلى ولا أجمل ولا قطع من كده. شوية مكرونة من الآخر وشوية سجق برضو من الآخر. ايه رأيكم بقى؟ يا سيدي يا سيدي. فما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. واللي ما حطش لايك قلت لكم كمان مرة اهو تحطوا اللايك. يلا سلام عليكم.